والمباراة الثانية كانت أمام غينيا، 3 أهداف مقابل هدف واحد، وهي المباراة التي عصفت بأمال الكونغوليين من أجل التأهل إلى الدور النصف النهائي. حتى الآن المنطق يحترم، المغرب متصدر، ثاني خسارتان، الأولى كانت أمام البلاك ستارز 3-2، والمغرب متأهل في انتظار البطاقة الثانية بين غينيا وغانا. حسابيا غينيا يكفي التعادل من أجل اللحاق بالمغرب في المربع الذهبي، بينما غانا مطالبة بتحقيق المواكبة والمؤازرة والدعم لهذا المنتخب في طريق. قلناها في اللقاء الماضي عندما فاز المغرب 5-1 على غانا، قلنا بأن المنتخب المغربي سنشهد حضور لاعبون على أرضية الميدان، سيعزف النشيد لكل. نحن نتكلم عن 20 لاعب من الكونغو وبعد ذلك للمغرب، ومن ثم رقم 9 هكذا أو عيب دريوش رقم 7، يونس طال إدريسي رقم 5، كذلك لاعب بيالا اليوم حاضر في الخط الأمامي. هذه رائحة ونظرة سريعة على الاحتياطيين، فيغيب كل من عبد الصمد دريوش، ولو أنه أخذ بعض الدقائق في المباراة الماضية. تألق المغربيات ووصولهن إلى المباراة النهائية مع المنتخب الأولمبي. مراوغة ممتازة، تسديدة الحارس سامبا حارس مرمى انتر كلوب في الكونغو. هذه الإعادة انطلق وسدد باليمنى، ولكن الكرة علت مرمى. المهارة هنا خذوهات 1-2، سددت من عمر الهلالي، والثانية متأهلين سلفا بينما انطلاقة ممكن. سدد ولا من الدقائق الأولى مشاهدينا الكرام. لمسة المدافع من هذه الزاوية. نعم الكرة ليت السلام، يا سلام على إبراهيم صلاح. مراوغة أولى، مراوغة ثانية، بإمكاننا أن نسجل أهداف أخرى. نزاو حاول يمر، نزاو التونسي، هذه هجمة مغربية، محاولة المراوغة الثاني. نتكلم عن دور في الجهة اليسرى لإبراهيم، بينما الإعادة تمريرة ممتازة. المباراة الأول هذه عرضية صعبة على إلياس، صعبة على ماذا سيفعل بوشواري؟ يمرر الكرة، تسديدة ستلعب الضربة الحرة رائعة. تقريبا نتكلم عن 30 حتى ذلك الراية الوطنية. لماذا قلت هذا الكلام؟ تذكر زايرا وحمزة يلعب الكرة العرضية والمتابعة بعد ذلك. سامبا شوف الارتباك الحاصل، كان متقدم بعض الشيء. سيفعل الإدريسي يرفع الكرة تلمس العارضة وتخرج لمسها، وبعد ذلك سيدخل اللاعب العزوزي. إذا اسمع بين على التسديد، إذا جات الفرصة هنا تجي تسديدة. هذه الإعادة نقلات جميلة جدا. يونس طه أوضح، السيباري يسدد، لكن سامبا في الوضعية الكرة بهذا الشكل ممتازة. السيباري سدد. قاضية بينما الهلال يرفع الكرة الراسية